السلام عليكم، غنوجد معكم إن شاء الله مملحات بالعجينة المورقة، ولكن ما تخلعوش. عجينة مورقة غتجيكم سهل من العجينات المسمن، ما تعذبكم ما تطيح لكم كتافكم بأسهل طريقة، واخا أن هاد الطريقة هي الأصلية وناجحة 100% وكتجي ما شاء الله هشيشة ومورقة وكتذوب في الفم. ولكن أهم من الوصفة هي الطريقة ديال الطياب، حيت بزاف ديال الناس كيصايبوا مملحات بالعجينة المورقة وكيجيوهم من الداخل معجنين. غنعطيكم الطريقة الصحيحة باش يجيوكم طايبين حتى للقلب. بسم الله. كناخدو ربعة ديال الدقيق اللي هي 250 غرام بالكاس العنبة، زوج كيسان ممسوحين ونص. كنزيدو عليهم 2 معالق كبار ديال الزيت، معلقة كبيرة ديال الخل، ممكن تستغناو عليها غير اختيارية، اما الزيت ولا بد ما كنستعملوه باش كتعطينا واحد الهشاشة. نص معلقة صغيرة ديال الملحة. صافي ونجمعوا العجينه ديالنا بالماء يكون بارد. غنحتاجو نص كاس ديال العنبه، انا عمرت الكاس غير باش نوريكم شحال غادي نحتاج. عمرت حتى الفوق، احتاجيت نص كاس. زيدوا نتوما بشويه بشويه حتى تجمع لكم العجينه، والعجينه ما تدلكوهاش نهائيا، غير كنجمعوها صافي، ماشي باش نختصروا الوقت لا، حيت الا دلكناها كنحفزوا داك الجلوتين، كيتطلق لينا داك الجلوتين كنحتاجوه في العجينه د المسمن، يا ترتاح يا تسدلك باش كتطلق لنا الجلوتين وتجبد. اما هذه ديال العجينه المورقه خصها غير تجمع، شوفوا معايا باقا مخربقه، يعني ماشي رطبه مدلوكه. الا دلكتوها تجي المملحات كيجيو بحال معودين. صافي وكناخذوا الزبده ديال التوريق كنحتاجو نص رابعه، اللي هي الا خديتو مثلا لده كديروا النص ديالها. اما كتشدوها بين بلاستيكه وتطلقوها على شكل مربع وتحطوها في قلب العجينه اللي طلقنا شويه ونسدو عليها، اولا قطعوها مربعات ومستطيلات مستطيلات ولاقيوهم. غير هي من الاحسن تطلقوا ديك الزبده في شي بلاستيكه على شكل مربع وحطوها وسط العجينه، ولا ديروها هكا ماشي مشكل. المهم هو كنديرو ديك الزبده في الوسط وتكون ملاقيه، يعني الزبده ماشي طرف هنا وطرف هنا، لا تكون ملاقيه. وكنسدو عليها وكنبداو نرشو بالدقيق ونطلقو. العجينه المورقه معروفه فيها 6 ديال الليتور، يعني كنطويوها 6 ديال المرات، ولكن حنا غنديرو دوبل تور. غتوجدوا اش غنقول لكم، غتوجدوا هاد العجينه المورقه بسرعه. غير ركزوا معايا، كنطلقوها وكنطويوها على هاد الشكل. شوفوا معايا، كنلاقيو الجناب وكنهزو داك الجنب نحطو على الجنب الاخر، وهذا كيتسمى المفتاح. ديك الجهه اللي فيها دوك اللويات، ديك الطيات، هذه كتسمى المفتاح. هذاك المفتاح يكون اما على اليمين او لا على اليسار. هاد الطيه اللي طويت معاكم كتسمى دوبل تور، ولكن دوبل تور ما كتسماش جوج، كتسمى 1.5، يعني كتسمى تور ونص. المهم باش ما تصدعوش راسكم بهاد التور ونص، كنطويو ديك الطيه وكنطلقوا وكنعاودوا نطويو الطيه. عندنا دابا 3 ديال الليتور. لاحظتوا معايا، طلقناها وطويناها وخليناها ارتاحت غير واحد 3 دقائق. 3 دقائق غير باش تعطيكم الطعم. ملي كنجيو نطلقوها ما كنوصلوش وكندفعوا المدلك، لا، كنضغطوا. ملي تبغيو تصايبوا هاد العجين المورقه طلقوا حداكم هاد الفيديو، غير هاد اللقطات هادو باش تركزوا شويه. المبتدئات، اما اللي مولفين راه غادي عارفين اليوتيوب كيحسبوا. شوفوا معايا، كنعاودوا نطلقوها وكنرشوا دائما بالدقيق وكنعاودوا نطويو. واهم حاجه المفتاح هو هذا، يا اما على اليمين او على اليسار. ما كنطلقوش بالعرض، كنطلقوا دائما بالطول. وقبل ما نطلقوا غير كنضغطوا بعدا باش ديك الزبده هكا كنبريسيوها، ودوك الطبقات ما تهربش لينا الفوق على التحت. فهمتوني؟ داكشي علاش كنضغطوا عاد كنبداو نطلقوا بشكل طولي وكنرشوا بالدقيق ونعاودوا نطويو الطيه الاخيره. طوينا الطيه الاولى والثانيه وغطينا العجينه واحد 3 دقائق غير باش تعطينا الطوع، وكنعاودوا نطويو طيه، نطلقوها ونطويو الطيه الثالثه، ونطلقوها ونطويو الطيه الرابعه. ودابا شحال ولاو عندنا 6 ديال الليتور بطريقه سهله. خليناها ارتاحت مره واحده 3 دقائق، ودابا غنخليوها المره الثانيه واحد 3 دقائق. ولا خليوها على ما توجدوا العجينه. تقدروا تحطوها في الثلاجه اللي كالجو سخون، كالجو عادي، وغتخليوها غير فوق البوطاجي مغطيه. غنوجد معكم واحد الحشوه غنعمر بها لي كيش. شويه ديال الزيت في مقيله، شحرت فيه واحد البصيله حتى تقلات شويه هكا مزيان، مع مليحه، بزاف، شويه ديال السودانيه. كنزيد واحد 100 غرام ديال الكروفيت، واحد القطيرات ديال الحامض، وكنشحر الكروفيت على عافيه مجهده باش ما ينشف، باش يشرب داك الماء ديالو وما يعني ينشف، ما يبقاش فيه الماء. صافي ومن بعد ما كيطيب ما كياخذش هو الكروفيت الوقت بزاف، كيتقلى كينشف من الماء. كنطفي عليه العافيه، والعافيه تكون مجهده في
درت شحال ديال الكروفيت وصافي، كنزيد واحد 3 ديال القطع ديال الفرماج كندوبهم غير في السخونية ديال داك الكروفيت والبصيلة، صافي حتى كيتجانسوا على هاد الشكل هذا. بالنسبة للكروفيت ما كيبغيش الملحة، يعني دائمًا راه درت غير قبيصة ديال الملحة، الفرماج فيه الملوحة والكروفيت ما كيبغيش الملحة. صافي الحشوة ديال اللي كيش ها هي واجدة، نخليها تبرد. العجينة راه غير غطيتها باش ما تشكلش ليا قشرة، خليتها غير فوق البوطاجي حدايا. الحشوة طيبوها ملي نتوما طلقتوا العجينة فاش غطيتوها المرة الأولى، الحشوة ديروها طيب حداكم، راه دغيا دغيا والله العظيم ما كتاخدش الوقت. هاد المملحات بزاف كيوجدوا. صافي كنطلق العجينة، كنطلقها وغادي نقطعها على شكل لي شوسون. هادوك البقايا اللي كنحيدو ما بين الدوائر، هادوك البقايا كنحطو طرف على طرف، ما كندلكوهمش، كنحطو واحد على واحد وكنخليهم هكا جنب، غنعاودو نطلقوهم ونخدمو بهم ماشي مشكل. كيف قلت لكم هنا غنشكل لي شوسون. قطعت بواحد الإطار فيه 8 سنتيم، ديروا لي شوسون بالشكل اللي بغيتو، سوا صغار كبار. لي شوسون ما كيبغيوش الحشوة بزاف، ما كيبغيوش الحشوة بزاف، ديروا أي حشوة ساهلة وسريعة. هنا درت أنا غير شوية ديال الطون وشوية ديال الفرماج مع الموزاريلا. دوك الدوائر كنضغط بالمدلك في الوسط، حيت بغينا الجناب يجيونا طالعين، ولكن الوسط ما كاينلاش يجيو هكا فيه قوة العجينة. نتمنى الفكرة تكون واضحة. كنضغطوا غير واحد الضغطة خفيفة، وكنديروا شوية ديال الطون، شوية ديال الفرماج ولا موزاريلا ولا اللي كان مخلطين ولا هذا، وكندهنوا دوك الجنيبات بالماء. كنكونوا محاطين حدانا واحد الزليفه فيها الماء، كنلصقوا بها دوك الجناب باش ما تخرجش لينا الحشوه. تقدروا تلصقوا ببياض البيض، ولكن بياض البيض الا خرج لكم الفيلطاج ما كيخليش لي شوسون يطلعوا. هاد الحشوة اللي درت ديال الطون والفرماج تقدروا ديروا غير لا دان فيمي والفرماج، تقدروا ديروا غير الكروفيت هكا، ديروا غير الفرماج بوحدو. لي شوسون ما كيحتاجوش شي حشوة تكون كتيرة. هاد العجينة هادي راه تقدروا تشكلوا بها الاشكال اللي بغيتو ديال المملحات. تصايبوا مثلا لي بوند، تصايبوا الجالوزي، ديروا جالوزي مالحه، جالوزي حلوه. يعني راه هاد العجينه تشكلوا بها المملحات الاشكال اللي بغيتو. انا عطيتكم اقتراحات. صافي هنايا لي شوسون غندهنهم بصفار البيض، تقدروا تدخلوهم هكاكم اللي خرجوا ديروا لهم فرماج حمر من الفوق. انا غير دهنتهم بصفار البيض في واحد نقيطه ديال الخل وشويه الملحه. صافي كندهنهم وندخلهم. الطياب ديالهم مهم. الفران خصو يكون سخون مزيان من قبل. انا سخنت الفران على 230 درجه حتى كيسخن مزيان، عاد كندخلهم. العافيه كتكون الفوق والتحت حتى كيتنفخوا. تخليهم واحد 6 دقائق على عافيه مجهده، واحد 6 دقائق ولا هذا على حسب الفران ديالكم. اهم حاجه هي كيبانوا لكم، كتردوا معاهم البال كيبانوا لكم تنفخوا وبداو كيتحمروا. حيت الا خليتوهم على عافيه مجهده غادي يتحمروا لكم وتحرقوا لداخل ما يطيبوش. فكان داك الاصطدام الحراري ملي كتدخلوهم كتكون العافيه مجهده كيتنفخوا وكيطلعوا لينا. داك الشيء علاش العافيه في الاول تكون مجهده، ولكن غير واحد 6 دقائق الاولى ولا حتى ل 10 دقائق على حسب الفران اللي عندكم. المهم واحد 230 درجه هكاك. ديك 6 دقايق الأولى غير كيبانوا ليكم تنفخوا بداو كيتحمروا، كنقصوا ليهم لواحد 150 160 درجة ونخليوهم ياخذوا وقتهم واحد نص ساعة هكاك حتى كيطيبوا لينا من الداخل. صافي وكنخرجوهم. الا كان الفران ديال الغاز، الفران يكون سخون مزيان، دخلوهم حتى كيبانوا لكم تنفخوا، العافية تكون مجهدة، وكتنقصوا عليهم وتخليهم يطيبوا. وإلا بانوا ليكم خاصهم شوية ديال التحمار كنزيدو تحمروهم من الفوق، العافية تكون فوق منهم واحد 3 دقائق 5 دقائق. صافي راه الطريقة ديال الطياب ديالهم واضحة وضحتها لكم. هما ديك فاش كيدخلوا الفران تيكون حامي سخون والعافية تكون شوية مجهدة، كيتنفخوا. ولكن خصنا نهبطوا السخونية باش يطيبوا من القلب. الا بقات العافية مجهدة كيتحمروا وكيجيو من الداخل معجنين. نتمنى الفكرة تكون وصلاتكم. المهم الفكرة الثانية ديال هاد المملحة غنصايبو بهم لي كيش. فكنطلقوا ديك العجينة ديال العجينة المورقة وزدت عليها حتى دوك البقايا حتى هما زدتهم عليها وطلقتها. وكناخدو واحد الإطار يكون كبر شوية من هذاك القالب اللي غادي ديروا فيه لي كيش. الا كنتو غديروا مثلا هاد الشكل ديال لي كيش كيجيو واعرين بزاف. الإطار فيه مثلا 8 سنتيم، عندي هاد القالب القطر ديالو القاع ديالو فيه 6، باش ما نحتاجوش نعاودو نقطعو ملي نعمروهم. نعاودو نقطعو العجينة ملي نديرو العجينة في القوالب ديال الكيش. يعني غير هكا كنشكلو ما كيهبطوا لينا ما حتى شي حاجه، غير كنزكيوهم شويه صافي. هنا هذيك الحشوه اللي درت اللي فيها الكروفيت والبصيله والفرماج كنزيد عليها واحد كاس لاروب
ديال الكريمة، كريمة مسوسة ديال الطياب، واحد الكاس إلا 100 غرام، 100 غرام، وكنزيد عليها بيضة وبياض بيضة، حيت بحال قلتي كنا غنديرو 2 بيضات، نقص داك صفار البيض دهنت به لي شوصون ودرت بيضة ونص، إلا كانت بيضة كبيرة ديروا بيضة وحدة، كانوا صغار ديروا 2 ولا كيف ما درت أنا بيضة وبياض بيضة، صافي. وغادي نخلّط هاديك لاباراي مع داك الكروفيت مشحّر مع البصيلة وهادوك القوالب ديال الكيش، شديتهم تقبتهم بالفرشيط على هاد الشكل، وكنبدا نعمّر بهاد الحشوة هادي ديال الكيش، كتجي واعرة بنينة. ممكن نعوضوا الكروفيت بالدجاج مشحّر أولا لا dinde fumée ولا اللي بغيتو. كنطيبوا هاد لي كيش بنفس الطريقة ونخليهم حتى يتحمروا لينا من التحت ومن الفوق حتى هما بنفس الطريقة ديال الطياب. وبزاف كيتخوفوا من لي كيش حيت فيهم لاباراي، كيخافوا تفزق ليهم هذيك الورقة وتجي معجنة، ولكن غير طبقوا الطريقة ديال الطياب غتجيكم لاباراي معلكة والعجينة مورقة وطايبة حتى للقلب. شوفوا معايا ما شاء الله كتجي غزالة وبنينة وبالصحة والراحة.